هو حاول يصارحني اول ما حس اني بخونه، بس قلبت الترابيزه عليه وكلمت اهله وعملت مشكله وقعدة صلح، بل بالعكس وكمان زود لي فلوس وزود لي مصروفي واخدت حقي تالت ومتلت. انا مش عارفه انا عملت كده ليه، بس يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حبايب قلبي الحلوين، عاملين ايه؟ وحشني. لو لسه ما حطيتوش اللايك حطوا لايك، لان مشكله النهارده من غير تجريح ومن غير غلط. كل انسان معرض للغلط يا جماعه، مفيش مشكله. ازيك يا امنيه؟ عامله ايه؟ لو سمحتي اعرضي مشكلتي، ولكن من غير اسم ومن غير تجريح ومن غير غلط. حاضر. انا اصلا لا بغلط ولا بقول اسم ولا بجرح في حد، بس يلا مش مشكله. كل انسان معرض للخطأ. انا ست متجوزه من 25 سنه، ست الكل، انتي على راسي، ماشي. وعندي 9 اولاد، بنات كبار وصغار، ما شاء الله. كنا عايشين بنعمة وظروفنا المادية على ما يرام، وعايشين بسعادة. وكان جوزي بيحبني كتير، بيثق بي ثقة مطلقة. تمام، حلو. حتى وان في بعض المشاكل بالنادر، يعني لما بيكون في بعض المشاكل بس بتعدي وده طبيعي. جوزي للأمانة حنين جدا، مش مقصر معايا بشيء، وحتى في الفراش ماشي، مش مقصر معايا أبدا، لغاية الوقت اللي قبل 3 سنوات اتعرفت على شخص ندل وابن سوء. قدر يدخل حياتي وضحك عليا، ووقعت معاه في الحرام، على الرغم ان انا عارفة ان هو متعدد العلاقات، وبرغم معرفتي بكده كمان انا غلطت معاه ولمدة 3 سنين. جوزي عرف او حس في نفس الفترة دي وحصل عنده جلطة، اتضاعفت وضعفت حركته. يعني ضعفت حركته ازاي؟ ضعفت حركته بسببي، ولما عرف بس ما كانش عارف مين مع مين انا خنته. المهم قدرت ان انا اقنعه ان انا بريئة وان انا ما خنتوش. فضل طول ال3 سنوات شاكك فيا ومش بيثق بيا، وانا مستمرة بعلاقتي بالشخص ده. انا مش عايزة اغلط فيكي، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، بجد والله، يعني معلش. طول ال3 سنوات. المهم جوزي حاول يصارحني اول ما حس ان انا بخونه، بس قلبت الطاولة عليه وكلمت اهلي وعملت مشكلة وقعدت صلح. وكل ما يحاول يصارحني اعمل معاه نفس الحركة، لغاية قبل 3 شهور عرف كل شيء بالتفصيل، ومع مين خنته، وكل التفاصيل اللي بتحصل بيني وبين الراجل ده. عارف من اشخاص، عارف يعني من اصحاب الراجل اللي هي بتخونه معاه. اتاريه كان بيحكي خيانته وكل حاجة لكل اللي يعرفهم. لا ده انت عارفة راجل وسخ، يعني انت قذرة وهو اوسخ. معلش بقى، انت قلتيلي ما غلطش، بس انا مش قادرة ما غلطش بجد. يعني دي مشكلة تحرق الدم، معلش اعذريني. باين ان انت ست كبيرة وكبيرة سنا ولكن صغيرة عقلا، مفيش. ولو اي حاجة وقعت عليكي بعد كده، انا لسه ما كملتش الحكاية، ولكن لو اي حاجة وقعت عليكي او اتضريتي بعد كده، انت ما راعيتيش ان انت عندك 9 اولاد، ما راعيتيش ان انت عندك زوج محترم، ما راعيتيش ان انت ست محترمة وان هو مكفيكي من كله. لا انت مشيتي وانساقتي لطريق الحرام، وانا مش قادرة ان انا صراحة ان انا اتكلم اي كلمة. يعني المهم عايزة اشوف بس ايه، اكمل لكم عشان نشوف اللي حصل للراجل ده. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه معايا في الوقت ده من الفيديو ما حطيتوش اللايك وعملتوا شير للقناة، اعملوا لنا لايك كده وشير وظبطوا الدنيا ونكمل. يلا ايه القصة؟ المهم بيحكي بالتفاصيل لكل اللي عرفهم. حاول يصارحني ويلم الموضوع. ده جوزك؟ لا اله الا الله، الرجاله حصل لها ايه في ايه؟ وعملت معاه نفس الحركة، اكلم اهلي. يعني هو حاول يصارحك تمام ويلم معاكي الموضوع علشان يوقفك عن اللي انت بتعمليه. عملتي معاه نفس الحركة تاني واتمديتي في اللي انت بتعمليه. كلمتي اهلك وزعلتي ورحتي عن كلمت اهلي وزعلت ورحت عند اهلي. بعديها وانا عند اهلي اتواصلت بالشخص ده وقلت له اتطلق وتتجوزني. يا بجاحة! ايه وليه البجاحة دي؟ رفض. ما طبيعي يرفض، ما هو اللي بيجي بالسهل بيروح بالسهل، الرخيص بيتباع بالرخيص عادي يعني. وقال لي انا ما اتجوزش ست خاينه. ايه رايك؟ باعت شرفها وباعت جوزها واولادها واهلها. وبعديها جوزي جه صالحني. ايه جوزك ده؟ ايه جوزك ده؟ انت لاقيه في سوق العبيد ولا ايه الراجل ده؟ مهم. وردني وانا كنت عارفه انه ما يقدرش يستغنى عني، نتيجه لظروفه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. انت لو قدامي كنت هنتشك من شقه، هجيبك هديكي علقه. ماشي. نتيجة ظروفه ولان بناته على وش جواز. ده انت ما فكرتيش ان بناتك انت على وش جواز؟ انت بتتكلمي على انهم بناته هو. ولانه عيان وانا بخدمه وبخدم امه القعيدة.
وانا مش بأثر معاه ولا مع امه، بس ساعة شيطان ضحك عليا في الوقت ده حسيت بالذنب وعايزة اتوب وعايزة اكفر عن ذنوبي. ازاي اعوض جوزي عن كل اللي حصل؟ فهو من بعد مرضه وجلطته كل شيء اتدمر، وخسر شغله وخسر صحته، وظروفنا المادية مش احسن حاجة لانه ما عندوش راتب ولا اي مصدر دخل، وانا حاسة بالذنب. ادعولي ربنا يغفر لي. بصي ربنا يغفر لك ويسامحك، و جوزك كويس ان هو عارف حاجة زي دي. توبي 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 على قد ما توبي توبي، اعملي كل حاجة تخلي جوزك يرضى عنك. شوفي لو تقدري تنزلي تشتغلي مع خدمة جوزك وخدمة حماتك وخدمة بيتك، مش هيكفي للراجل المحترم اللي هو لسه أنيك لحد دلوقتي في بيته واللي لسه مستحملك لحد دلوقتي، مش هيكفيه حقه صراحة. القصة دي أنا اترددت كتير إن أنا أقولها، والله اترددت كتير ان انا اقولها، ولكن في ستات كتير لحد وقتنا هذا بينساقوا وبيقعوا في نفس الغلطة، بيقعوا في نفس الغلطة، ما بيحمدوش ربنا على البيت وعلى الراجل اللي مأمنهم وان هم يعني يحفظوا نفسهم، وفي ظل الظروف اللي احنا فيها، وفي ظل النت والوسائل التواصل الاجتماعي والمحرمات اللي حوالينا. احنا بنيجي كده بنلاقي محرمات، بنيجي كده بنلاقي محرمات. قليل جدا اللي بيقدر يعصم نفسه، وقليل جدا اللي بيقدر ان هو ما يقعش في غلطة زي دي. بصي لبيتك، بصي لولادك، بصي لحياتك على قد ما تقدري. صلي، صومي، شوفي عبادتك، خلي عبادتك مع ربنا كويسة، قربي من ربنا قوي 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 علشان ربنا اللي هيقف جنبك. ابعدي عن طريق الشيطان على قد ما تقدري. بصي لحياتك، بصي لولادك. طبعا حبايب قلبي الحلوين، سايبالكوا الآراء هي تعمل ايه، محدش طبعا يتكلم. انا بعتذر لو كنت اتكلمت كلمة ضايقتك، بس انا ما بقدرش ان انا اسيطر على لساني صراحة. مستنية ارائكم في المشكلة دي في الكومنتات. طبعا روتين النهاردة سهل جدا، كله في المطبخ، انتوا عارفين ان احنا في المطبخ. انا الغرض من الفيديو ده ان انا اقول المشكلة، ولكن الفيديو برضو ان انتي تحطي الموبايل جنب منك كده تسمعي، وتقومي تخلصي لو وراكي اي حاجة في بيتك، لو وراكي حبة مواعين، وراكي اي حاجة كده تقومي تنجزيها وتقومي بدري. ما تسيبيش فردك. حط لنا اللايك، اعملي شير، يا رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم، ويا رب اكون ان انا قدرت ان انا افيدكم. ويا ريت اي حد يشوف الفيديو يتفرج عليه للاخر. انا بيكم بكبر، وبحب ان انا اشارككم المشاكل اللي بتجيلي على الخاص، او بتجيلي على الماسنجر او على الواتس. بحب ان انا اشارككم المشاكل دي علشان نتعلم. في ناس كتير بجد بتتعلم من اخطاء الاخرين. نتعلم ان ممكن حركة بسيطة توصلنا للتهلكة بجد، وما نقدرش ان احنا نكمل حياتنا بسبب غلطة صغيرة او غلطة كبيرة. ايا كان الغلطة صغيرة او كبيرة، المبدأ ما بيتجزأش، الغلطة اسمها غلطة في الاول وفي الاخر. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه معايا للوقت ده من الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم مني كل جديد، وكمان تقولوا رأيكم ليا في المشكلة دي. طبعا بلاش نغلط، بلاش نجرح، لان صاحبة المشكلة بتشوف الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.